السلام عليكم لا فامي، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ اموركم على خير؟ كنتمنىكم يا ربي كلكم تكونوا بخير وعلى خير وفي صحه جيده. اليوم ان شاء الله بغيت نتقاسم معكم واحد كيف كتشوفوا 4 ديال الحشوات اللي كيجيو لذاذين. دونك اول حاجه بغيت نقول لكم مبروك وعشركم. دونك باش ما نطولش عليكم غادي ندوزو لاول حشوه باش هكا ما يجيناش الفيديو طويل. نبداو على بركه الله. بالنسبه للحشوه الاولى لا فامي غادي ناخذ مقله، غنقص شويه البوطه، غادي ندير فيها واحد المعلقه كبيره ديال الزبده، غادي نضيف كذلك واحد تقريبا نص كاس صغير، ماشي كاس ديال العنبه، صغير من كاس ديال العنبه عندي ديال الزيت ياك، وغندير هاد الزبده باش تذوب ليا حتى هي مع هاد الزيت. عندي هنا لا فامي واحد بصله كبيره ووحده صغيره ديال البصله العاديه، هذه اللي ولات دايره القرون هاد الايام هكا اللي شلطتها على هذا الشكل، وغادي نتركها هنا بما تهد جيدا مع هاد الزيت وهاد الزبيده اللي درنا ليهم. هنا لا فامي هاد الحشوه اللي غندير الاولى غتكون ديال الكفته ان شاء الله، غير هي كتجي فيها واحد النسمه رائعه، كنتمنى تجربوها. هي كنت ديجا تقاسمتها معكم واحد المره ودابا غنعاودها باش اللي ما شافهاش يعاود يشوفها في هذا الفيديو اللي غنديروا فيه ان شاء الله غير الحشوات اللي نقدروا نستعملوا سواء في البريوات سواء في المملحات ديالنا. دونك غادي نخلي هاد البصله تشحر وتهد شويه مع هاد الزيت والزبده ونعاودوا نتلاقاو لا فامي. هنا كيف كتشوفوا البصله من بعد ما اكتسبت لينا ديك اللون الذهبي على هذا الشكل، في هذا الاثناء غادي نضيف الكفته اللي عندي. انا عندي غادي ندير كميه كبيره، دونك عندي هنا واحد الكيلو ديال الكفته. اللي بغى يدير نصف كميه يديرها، اللي بغى يقسم هذه الكميه على 4 يعني بلاصه كيلو يدير غير به 250 غرام، راه غادي تجي حتى هي زوينه. وغير هي غتكون الكميه قليله بالنسبه لافراد الاسره ديالك الا قلال ولا. المهم انا غندير هنا كميه كبيره، كل واحد يدير على حسب المستطاع ديالو. هذه عندي كفته ديال البكري، حيت بهذه الطريقه الصراحه جربتها كتجي لذيذه. غادي نضيف في هذه الاثناء العطريه اللي عندي. بالنسبه للعطريه عندي تحميره حلوه، تحميره حاره، الكمون، الملحه، سكينجبير وراس معلقه صغير ديال القرفه. بالنسبه هنا العطريه راه دايره لا فامي غير واحد معلقه صغيره من كل حاجه. انا غنخلط كلشي بحال هذا الشكل، عاد غادي نلوحو هكا من الفوق. العطريه ما درتهاش في الاول مع البصله، خليتها، وهنا غادي نبداو نمزجو هاد العناصر اللي عندنا. غادي نضيف لهم كذلك واحد غنحيد هاد لاسباتول. دونك غادي نضيف هنايا القزبر ومعدنوس واحد معلقه كبيره مملوءه على هذا الشكل، وغادي ناخذ واحد لاسباتول ديال العود اللي الصراحه هي اللي غادي تعاونني باش غادي نفرتت هاد الكفته، وفي نفس الوقت باش ندخل العناصر مع بعضياتها. دونك العطريه والبصله والكفته اللي عندنا، وغنستمر بحال هكا حتى يتمازجوا ليا هاد العناصر جيدا. فامي هنا من بعد ما مزجت ديك الكفته مع البصله والعطريه كيف شفتوا، عندي هنايا واحد الاناء هنا اللي درت فيه واحد 5 الحبات ديال البيض، وغادي نخلطهم جيدا او عفوا نطربهم دونك على هذا الشكل، وغادي نضيفهم لهذا الخليط ديال الكفته اللي عندي. وانا كنضيف وكنحرك جيدا باش هكا ما يبقاش لي ديك البيض مكتل في بلاصه وحده. دونك انا بغيتو باش يدخل مع ديك الكفته. دونك اي بلاصه كنديرها كنحاول ما نخليش البيض يتجمع فيها، نحاول نخلط جيدا.
وغنستمر بحال هكا حتى نكمل الكميه اللي عندي كلها ديال هذا البيض. في نفس الوقت هذا الخليط ديال البيضه البنات راه كيعاون ديك الحشوه ديالنا باش كتعقد، حتى لا كانت فيها شويه ديال لدام ولا ديال الماء دونك كيعاونوا، من غير اننا في الاخر غادي نخليوها بيان سور تسقطر. دونك غنستمر بحال هكا حتى نكمل هاد الكميه اللي عندي كلها لا فامي ديال البيض. لا فامي هنا الحشوه ديال الكفته من بعد ما درت معها البيض صبحات على هذا الشكل. دونك في هذه الاثناء انا غادي نتركها وغادي نديرها في الصفايات تصفى، باش في حالات ما كنا غنديروا بهذه الحشوه بريوات. دونك كيف قلت لكم هذه الحشوه نقدروا نديروها في اي مبلحات بغينا، انا غنستعملهم في بريوات. دونك باش ما تقطعش لي الورقه غادي نتركها تسقطر مزيان ومن بعد ان شاء الله نخدم بها. افامي بالنسبه للحشوه الثانيه غناخذ مقله، غادي ندير فيها واحد المعلقه كبيره ديال الزبده، غنضيف كذلك واحد كميه قليله ديال الزيت قياس واحد 3 المعالق. هنا زيت ديال المائده بالنسبه اللي غيسولني اش من زيت، دونك زيت ديال المائده هو اللي استعملت حتى في الحشوه الاولى على هذا الشكل. غادي نضيف قياس واحد 4 الحبات ديال الطماطم مبشوره، وغنضيف عليهم كذلك قياس واحد المعلقه كبيره ديال مطيشه ديال الحك او المعلبه. انا عندي هنا كانت في المجمد، درت هنا 2 قطع كيف كتشوفوا. على هذا الشكل غادي نترك ديك الطماطم ديالي غير بما تذوب لي هاد الزبده ان شاء الله. صراحه هاد الحشوه الثانيه حتى هي كتجي رائعه البنات، دونك كنتمنىكم تجربوها، واللي جرب شي حاجه يقول لي كيف جاتو. هادو اللي داقهم انا ما تقاسمتهم معاكم حتى درتهم وعودتهم، حتى هاد الحشوه راه ديجا متقاسمها معاكم في واحد البريوات ولا سيجار، المهم شي حاجه بحال هكا. دونك هنا بما دوز لي هاد الزبيده اللي عندي غادي نضيف كذلك هنا العطريه. بالنسبه للعطريه عندي التحميره الحلوه والتحميره حاره، الابزار، سكينجبير، الكمون والملحه. هنايا بالنسبه للابزار والتحميره حاره درت غير نص راس معلقه صغير، وبالنسبه للتحميره والسكينجبير والكمون والملحه درت معلقه صغيره مملوءه. دونك غادي نصبوا هاد العناصر جيدا ونخلطوا الكل. غادي نضيف لهم كذلك هنا واحد المعلقه صغيره مملوءه ديال الهريسه، حيت الصراحه هاد الحشوه كتبغي الهريسه. دونك غندير معلقه صغيره هنا كيف كتشوفوا. انا كنحاول اي حاجه درتها كنوريها لكم. غندير معلقه كبيره ديال القزبر ومعدنوس، غندير كذلك واحد المعلقه صغيره ديال الثوم مفروم، وغنضيف لهم عصير حامضه معصور دونك على هذا الشكل. وغنخلط هاد المكونات جيدا وغنتركهم حتى يتجانسوا مع بعضياتهم، ومن بعد نعاودو نتلاقاو ان شاء الله. هنا لا فامي ديك لاصوص ديالنا من بعد ما ندخلها الطياب بحال هكا كيف كتشوفوا صبحات عاقده. غادي نضيف هنايا واحد كيلو ديال الكروفيت اللي منقي او الكامبا ولا القمرون. وهنا بالنسبه للكروفيت راه ما كان يخليوش يطيب بزاف، واحد 2 حتى 3 دقائق بما يبيض لينا، ومن بعد كنزولوه دونك على هذا الشكل. غيتبدل فيه اللون، غيصبح اللون ديالو ابيض، وديك الساعه ان شاء الله نزيدو
المكون الاخر ونشحروا كلشي جيدا. وها الحشوه ديالنا واجده. لا فامي هنا من بعد ما خلينا ديك القمرون اولا الكامبا ولا الكروات ديالنا بما تبدل فيه اللون هكا صبح اللون ديالو ابيض، هنا خديت الشعريه اولا الفيرميسيل اللي رطبتها في الماء. هنا هذه خديت ديال الروز، انا درت ليها الماء الساخن، كاين اللي كيبغي يدير ليها غير الماء البارد، دونك انا درت هذه هكا. وغادي نخلط هاد العناصر جيدا مع بعضياتهم، نحاول ندخل ديك الكروفيت مع الشعريه مع لاصوص اللي درنا، ونخليهم يتشحروا واحد شويه ومن بعد نزولهم ان شاء الله. دونك غنخليهم واحد 2 حتى 3 دقائق بما يدخل معاهم الطياب ويتشحروا، وديك الساعه ان شاء الله غنزول الكل ونخليه حتى هو جانبا بما نوجدوا الحشوه المواليه ان شاء الله. فامي هنا الحشوه ديالنا من بعد ما طفينا عليها البوطه صبحات على هذا الشكل. غادي نديرها في واحد الاناء بما تسقطري الا فيها شي مريقه ولا هادي، ومن بعد ان شاء الله ندوزو كيف قلت لكم للحشوه المواليه ان شاء الله. الحشوه الثالثه لا فامي خديت مقله درت فيها واحد المعلقه كبيره مملوءه ديال الزبده، غادي نضيف لها واحد ربع كاس ديال الزيت، هنا الكاس ديال العنبه. غنضيف كذلك هنا انا غادي نستعمل هاد الحشوه غندير فيها البورو ولا البواغو اللي قطعته هكا. دونك غادي ندير تقريبا واحد 4 الوحدات ديال البورو، تقريبا شي نص كيلو اللي عطاوني، دونك غنديرو على هذا الشكل. غادي نضيف كذلك هنا ناخذ بعدا باش نحرك على هذا الشكل. غنضيف على هذا البورو لا فامي عندي هنا المكور اللي قطعته انا غير بهذاك ليكونوم، هذاك الموس اللي كنقطعوا به البطاطا ولا الخضره ولا هادي، دونك انا قطعته على هذا الشكل. دونك هنا كيف كتشوفوا غنضيف البورو لهاد المكور عفوا غنضيفه لهاد البورو، وغادي نخلي الكل يتشحر جيدا حتى يدبل لينا ويكتسب لينا واحد اللون ذهبي زوين، ويتنسجم هاد الطيبه ديال البورو مع المكور، ونعاودو نتلاقاو ان شاء الله. هنا ما غادي نضيف ليهم حتى حاجه، غنكتفي بهاد الزيت اللي درت وهاد الزبده، غنخطيهم ونخليهم حتى يدبلوا ويطيحوا. افهمي هنا البورو مكون بعد ما تهدوا لينا وطاحوا على هذا الشكل كيف كتشوفوا حتى من اللون ديالهم راه تبدل. غادي نضيف لهم هنا واحد الكميه ديال الجزر تقريبا واحد 600 غرام اللي حتى هي بدورها حكيتها، عفوا هنا حكيتها في الحكاكه الغليظه ماشي الحكاكه الرقيقه. غادي نخليها حتى هي حتى تطيح ويدبال عاوتاني الجزر مع هاد المكونات اللي درنا في الاول، يعني مع البورو ومع الكور، ومن بعد ندوزو باش نضيفو الاضافات الاخرين. دونك غنترك الجميع يتهد ويطيح ونعاودو نتلاقاو. لا فامي هنا من بعد ما دبلات لينا ديك الخضره اللي عندنا هنا كيف شفتوا راه تهدات مزيان ديك الجزر والبورو والكور اللي درنا. في هذه الاثناء غادي نضيف الكفته، انا خديت هنا الكفته ديال لادند ولا ديال الدجاج، انا درت هنا ديال لادند، اللي بغى ديال الدجاج يديرها، وغادي نضيفها حتى هي بدورها. غادي نحاول نفرتها باش تنسجم مع هذيك الخضر اللي عندنا، ومن بعد عاد ان شاء الله غادي نضيف لهم العطريه. لا فامي هنا انا جاتني المقله اللي خدامه فيها صغيره، دونك غادي نحولها في هاد الحشوه في الطنجره ديال الضغط، وغادي نكمل معكم الوصفه ان شاء الله. لا فامي هنا من بعد ما قلبت هاد الحشوه ديالي من المقله درتها في كوكوط، هنا غادي نزيد عندي الشعريه الصينيه وعندي شامبينيون نوار اللي قطعتهم على هذا الشكل، دونك قطعتهم رقيقين بزاف،
وهنا غادي نبدا في الاضافه ديال العطريه اللي غادي نضيف واحد المعلقه صغيره مملوءه ديال سكينجبير. عندي واحد راس معلقه صغير ديال القرفه. عندي معلقه صغيره ديال الملح. كذلك عندي واحد المعلقه صغيره ديال البابريكا. عندي راس معلقه صغير ديال هنا التحميره الحاره اولا السودانيه. وغنضيف كذلك واحد المعلقه صغيره مملوءه ديال العطريه المكسيكيه. هنا اللي ما عندوش ولا اللي ما بغاش يديرها ما يديرهاش. غنضيف كذلك معلقه صغيره ديال الثوم مجفف هنا منسم. وكذلك واحد المعلقه كبيره ديال البصله المجففه اللي منسمه حتى هي دونك على هذا الشكل. وكذلك لا فامي غادي نضيف لاصوص صوجا. انا دايره هنا غير ماشي العاقده دونك قياس واحد 4 المعالق كبار. وغنخلط هاد المكونات جيدا حتى يتجانسوا لينا مع بعضياتهم ويتشحروا شويه. دونك ديما على العافيه مهيله لا فامي. وغنستمروا بحال هكا الا حسينا. المهم حنا كنخدموا كنحاولوا نصحوا الذوق. الا بغينا نزيدوا شي حاجه نزيدوها. دونك بانت لينا شويه مازال مسوسه ماشي مالحه نقدروا نزيدوا الصوجا في بلاصه الملحه. بانت لينا شويه مازال ناقصه في العطريه ديالها نحاولوا نقادوها وصافي. دونك غنستمر بحال هكا حتى نمزج هاد العناصر كلها مع بعضياتها. لا فامي بالنسبه للحشوه الاخيره والحشوه الرابعه اللي غنديروا مجموعين غنديروها ديال بستيله ديال الحوت. المهم هنا دايره زيت البلديه. غادي ندير ثومه محكوكه. غنضيف كذلك القزبر والمعدنوس مفرومين قياس واحد 2 معالق كبار. كذلك غنضيف عصير حامضه هنا اللي عصرته نتوما كيف كتشوفوا. غادي نضيف كذلك عندي واحد المعلقه صغيره ديال الملح. عندي معلقه صغيره ديال السكينجبير. معلقه صغيره ديال البابريكا اولا التحميره. كذلك غادا نضيف واحد راس معلقه ديال الخرقوم او الكركم. غادي نضيف كذلك عندي واحد 2 معالق صغار اولا معلقه كبيره ديال البصله اللي مجفه ومنسمه صراحه كتعطي واحد النكهه زوينه. غادي نضيف كذلك واحد المعلقه صغيره مملوءه ديال الفرomاج فومي نتوما كيف كتشوفوا. وغنضيف واحد المعلقه كبيره ولا 2 معالق صغار ديال العطريه ديال الحوت هذه البيضه. دونك كاينه العطريه ديال الحوت البيضه وكاينه الحمر. دونك انا درت هذه البيضه. غادي نضيف معلقه صغيره ديال الهريسه. وهنا عندي واحد النكهه هذا سر من الاسرار اللي غيجيو زوينين صراحه في الحشوات هو هاد الخلطه. هذه كتباع عند السيد اللي كيبيع العطريه راه كاين في سوق الجميعه في كازا. هذه العطريه ديال اللي كنسمو بها واللي كيطيبوا بها لي تريتور. هذه خلطه ديالو خاصه سميتها بنه السلطان وكنستعملوها خصوصا في الحوت ولا في الحشوات اللي كتكون فيهم الخضره واللي غنديروا فيهم الدجاج وغنبغيهم بالنسبه ديال الحوت كندير غير معلقه صغيره منها. هذه راه السيد راه فاروق راه معروف. وهنايا راه هذه ديالو هو اللي كيخلطها وهو اللي كيوجدها. دونك غنخلط هاد المكونات جيدا وهادو هما اللي غادي نشرمل بهم كل حاجه على حده. لا فامي من بعد ما خلطت هادو غادي نزيد هنايا واحد تقريبا قياس واحد
2 معالق كبار ديال صلصه الصوجه. هنايا هذه شويه اللي عاقده، وغنخلطوا الكل جيدا. وهاد الخليط ديالنا او هاد الشرموله هي اللي غادي نستعملوا في المكونات اللي غادي نديروا بهم هاد الحشوه رقم 4. لافامي هنا اول حاجه خديت 3 الوحدات ديال هاد الحوت الميرنا اللي مقطع هكا فيلي، وغناخد هنا قليل من الصلصه اللي هو باش غادي ندهن كل وحده على حده. كيف قلت لكم هاد الصلصه هي اللي غنخدم بها في جميع العناصر اللي غادي ندير في هاد الحشوه. دونك غادي ندهنوها جيدا وندخلوها للفرن، ومن بعد ان شاء الله الوقت اللي تكون هي كتمخشيه في الفران كطيب غادي ندوزو للمكون اخر. كنستمروا بحال هكا. دونك غادي ندخلها البنات الفرن حتى طيب، ومن بعد نعاودو نتلاقاو. فامي هنا خديت مقله فوق النار، غادي ناخذ معلقه ديال ديك الشرموله اللي وجدنا مجموعين، وغادي نضيف لها هنا الجامبا ولا الكروفيت ولا القمرون. غنزيد واحد القليل من الصلصه باش تجي من السما. دونك هاد الصلصه هي اللي غادي ندوز فيها هاد القمرون. دونك القمرون كيف كنعرفوا راه ما كيبغيش طياب بزاف، بما يتبدل اللون ديالو يولي بيض وصافي. ها هو وجد. هنا انا ما كنبغيش ندير الكروفيت خضر في شي حشوه، حيت كاين اللي كيديروا بحال دابا في البسطيله كيديروا الكروفيت خضر. الكروفيت خضر ما كيعجبنيش الصراحه، كيعطي واحد الزفوريه. دونك اللهم ندوزوه هكذا فيها باس واحد 2 حتى ل 3 دقائق بما يتبدل اللون ديالو، ومن بعد نزولوه. لا فامي هنا الكريفيت ديالنا من بعد ما وجد هانتوما كيف كتشوفوا غنطفي عليه النار، وغادي ناخذ واحد هنا واحد الصفايه بحال هكا. نتمنى يكون كيتضح لكم، نقرب نيت مازال حداكم هكا. وغادي نحطو هنا باش يتصفى وتنزل منه ديك العصاره ديالو. دونك على هذا الشكل. وفي نفس المقله لا فامي غادي نستعمل المكون الاخر. دونك هنا كيف قلت لكم في نفس المقله غادي ناخذ كذلك واحد المعلقه ديال الصلصه او ديال شرموله اللي وجدنا مجموعين، وغادي نضيف ليها هنا واحد تقريبا واحد 250 غرام ديال السيبيا. وبالنسبه للكروفيت البنات تقريبا شي كيلو. غندوز هاد السيبيا حتى هي في هاد الشرموله نفس الشكل. السيبيا حتى هي ما كتبغيش الطياب. دونك واحد شويه 2 حتى 3 دقائق وحتى هي بدورها غادي نحيدها من فوق النار، وغادي نضيفها لهذيك الكروفيت باش حتى هي الا كان فيها شي الماء ديالها ولا شي مريقه تنزل لينا مع هذيك المريقه ديال الكروفيت، حتى هما هذيك المريقه ما غاديش نضيعوها. دونك حتى هي غنستغلوها. لا فامي هنايا الحوت ديالي او المعلون ديالي من بعد ما جبتها من الفران صبحات على هذا الشكل. انا غنحيد هاد الهبره اللي كاينه ديال الحوت هانتوما كيف كتشوفوا. غادي نزولها، وهنايا هاد المريقه اللي غتبقى غنزيدها على هاد الشيء اللي تبقى لي ديال اللي كنا عصرنا من السيبيا والكروفيت. دونك غنجمع هاد المرقه كامله اللي كاينه وهي بدورها غنخدم بها. لا فامي نفس المقله اللي خدمنا فيها كيف قلت لكم غادي نزيدوا لها ما تبقى ديال الشرموله ديالنا هكذا كيف كتشوفوا. وغنضيف لها كذلك ديك العصاره ديال الكريفيت والميرلون والسيبيا اللي درنا. دونك هي هذه هانتوما كيف كتشوفوا شنو تبقى. دونك غنزيدها حتى هي، وكتبقى هذه هي الصلصه اللي غادي نشحر فيها. هنا عندي
الفطر. هذا الفطر الطري اللي قطعته على هذا الشكل. دونك غندير الفطر الطري. عندي كذلك القليل من الفطر الاسود. هنا لا فامي الفطر الاسود غير بقى لي هاد شويه، ما بغيتوش يضيع، دونك قلت نديرو. بقى لي من الحشوه اللي كنا درنا، نتوما كيف كتشوفوا. وكذلك غنخلي حتى تهبط شويه، وغادي نزيد هنايا ديك الشعريه الصينيه اولا الفيرميسيل. دونك حتى هي نديرها باش تشحر معاهم ونشحروا الكل. دونك غنخلي هاد الفطر شويه مع الفطر الاسود والفطر الطري مع بعضياتهم، ومن بعد عاد غندوز باش نضيف ان شاء الله الفيرميسيل. لا فامي هنا من بعد ما دبل ليا شويه داك الفطر غادي نضيف الفيرميسيل على هذا الشكل. انا الكميه اللي عندي كيف قلت لكم ديال الحوت، عندي تقريبا 2 كيلو ديال الميرنا، في كيلو ديال الكروفيت، في ربعه ديال السيبيان. دونك درت واحد الرابعه ديال الشعريه. هذه الشعريه ديال الروز لا فامي. دونك وغنخليهم حتى يتشحروا جيدا، ومن بعد ان شاء الله غادي نزولهم. لا فامي هنا الشعريه ديالنا هانتوما كيف كتشوفوا شربات لينا ديك العصاره كامله اللي كانت. دونك في هذه الاثناء غادي نزولها من بعد ما تشحرات لينا مع بعضياتها، وغادي نتركها تبرد وندوز باش نخلط العناصر. لا فامي هنا من بعد ما نقيت ديك الحوت ولا ديك الميرنا اللي درت، حيت انا درت النوع ديال الميرنا، وغناخذ واحد الاناء على هذا الشكل، وغادا نجيب ديك الشعريه اللي صوتينا في مقله والفيرميسيل اللي صوتينا مع لي شامبينيون. دونك الفطر الطري والفطر الاسود. اللي ما عندوش فطر طري يمكن له يدير الفطر المعلب، دونك كيجي حتى هو مزيون على هذا الشكل. غادي نضيف هنا كذلك ديك الكروفيت مع السيبيا عفوا اللي درنا على هذا الشكل. وغادا نضيف ديك الحوت اللي نقينا بحال هكا. وهنا راه من بعد ما درت الحوت غادي نضيف الحوت الابيض عفوا، غادي نضيف واحد الرشه ديال الجبن، هنا جبن احمر، وغادي نخلطوا هاد المكونات جيدا مع بعضياتهم. نحاولوا نخلطوا بشويه باش ما يتعجنش لينا داكشي، ونحاولوا نمزجوا العناصر مع بعضياتها باش فيما نبغيو شي طريف ماشي نلقاو بلاصه فيها غير الشعريه ولا بلاصه فيها غير السيبيا ولا بلاصه فيها غير كريفيت ولا هادي. دونك نحاولوا نلقاو الحوت في جميع البلايص اللي عندنا. وهنا لا فامي كيكون هذا هو الشكل النهائي ديال الحشوات بربعه اللي درنا. هذه اللي هنايا هي اللي درنا بالخضره. دونك درنا الكور، درنا الجزر، درنا البورو، وكذلك الكفته ديال الدند. هنايا هاد الحشوه درناها بالكروفيت والفيرميسيل. هذه درناها بالكفته ديال البقري ودرنا فيها البيض، وهذه كتجي بحال الشكل ديال البسطيله ولا نقدروا نقولوا نعمروا بها الورقه. المهم كيكونوا هادو هما الشكل النهائي ديال الحشوات بربعه. كنتمنىكم تجربوهم، نقدروا نستعملوهم في كاع المملحات اللي كنبغيو. انا خصوصا اليوم درتهم باش نوجد بهم ان شاء الله الا قدرني الله، ولا كنكتب بريوات ولا لي سيجار ولا اي حاجه. المهم ناخذ الورقه ونعمر كيف بغيت. الا ما بغيت راه هاد الكفته ولا هادي ولا هادي راه نعمر بهم الكيش ولا نعمروا بهم بالطبوط. دونك كل واحد على حسب المستطاع ديالو. كيكون هذا هو الشكل النهائي ديال الفيديو ديالنا. الا عجبتكم الوصفه ديال اليوم ما تنساوش الاشتراك في القناه ديالي، قناه يوميات سوكي، والضغط على جيم، وكذلك تفعيل الجرس باش يوصلكم اي جديد. شكرا لكم على الدعم ديالكم، على التشجيع ديالكم، الله يخطيكم عليا. خليتكم في امان الله، والى وصفه مقبله ان شاء الله، والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.